هلا والله بالشباب، كيفكن؟ معكم الكابتن ماجد. ان شاء الله نستمتع بهالجيم هذا وبال 260. هلا مثل ما عم تشوفوا 260 راح العب فيها ودائع فيها لحبكم فيها، وهي من القاصفات الاستراتيجية القوية البجعة البيضاء، وهو السلاح الفتاك بالجيش الروسي. وهي معروفة ومعروف انه 260 دمرت نص سوريا، بعتوها على سوريا، قصفت سوريا ودمرت نصها. قاصفة مرعبة، قاصفة هي عبارة عن مجرم فعلا. فنزلت النسخة الجديدة بال 260 راب. هي عبارة عن مجموعة صواريخ كبيرة جدا بإمكانها تمحي مدن لأكملها، وهي محت للأسف كثير ببلد سوريا مع نظام الأسد اللي قصفوا المدن وقتلوا الشعب. المهم بنرجع بال 260 قاصفة استراتيجية تضرب المناطق الحساسة. أيضا هي قاصفة بعيدة المدى. ليش سموها بعيد المدى؟ لأنك تقدر تضرب وتبعد وتعطيها قوتها. المشكلة فيها المناورة، هاي مثل ما بشوفوا فيها بطء. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية بطء في ريلود الصواريخ. والشغلة الثالثة صواريخ ضعيفة نوعا ما، ولكن صعب تنصب لأن هي صواريخ عشوائية، يعني بتضلوا كم صعب ولكن شوفوا قوية، بتعطي مفعول. هي حلاوة انه صواريخ عشوائية، ولكن لو يعدلوا فيها تطلع عاصفة مرعبة فعلا. هلا شوفوا الهجمة، هلا راح اهجم الهجمة اللي انا بعملها دائما، صار لي زمان ما عملت هيك هجمات. شوفوا الهجمة وشوفوا الرعب بال 260. شوفوا ال 260 شو راح تعمل. ضربة صواريخ عشوائية، ضربنا صواريخ عشوائية لأخوه. شوفوا الدمج هلا قد ايه راح يجيب 18 36 45 الف 63. الدمج ما عم يعطينا الرقم. اوكي نشوف ولا عم تعطي دمج، عم تضرب مسافات بعيدة. قد ايه جبنا 54,000. انصبت الصاروخ هذا الأحمر بيعطيك دمج شو هو 108، جاب لي 54,000. شفتوا انصبت بالمضاد الطيران، وهذا الشيء بيدل انه ضعفين طائرة لأنه صار تقريبا شبه مجانية، فهذا الشيء ضعف وهذا جدا. هذا عم يجي محاملتي نوبل. أنا عندي اقتراح للشركة النفطاوية مدن وورشيبس أو لأندري ما بعرف. المهم عندي اقتراح إنه ليش ما بيعملوا لكل طيارة أو أي طائرة إنه نقدر نغير بصواريخ طائرة. يعني مثلا عندي اسقاط حر انا نووي، انا يا عمي حابب حطوه موجه، بشيل الموجه حطوا بدل اسقاط الحر. نقدر نغير بمنظومة الصواريخ والطيارات. هاي واقعيا يكون واقعيا لو بيعملوا هذا الشيء صدقوني رح تكون غير مملة اطلاقا. بس انت تشكل بطيارتك فينك تحط الاسلحة اللي بدك اياها. طبعا ما كل الطيارات يحطوا مجموعة مثلا قاصفات فينا نغير فيها. الطيارات الارتك كوين او بيحطوا بعض الطائرات واقعيا اللي بيقدر الواحد يغير فيها، ايضا يغير في منظومة الصواريخ. هذا الشيء اذا بيعملوه كتير جيد وكتير رائع، بيشكل للجيم او للعبة شيء مميز وما في ملل. هيك بصير تنوع جميل جدا صراحة. هذا الشيء اذا بيطبقوه تمام. انا عم حاول العب بال 260 قد ما فيي، ما عم يهمني هلا فوز او قصة، بس عم فرجيكم 260 قوية. يعني في عالم هلا اخذوها صارت عندهم ما عم يلعبوا فيها ابدا. في عالم ما بتقدر مثلا تشتري قاصة افدي جاك نايت او كذا، عم يلعبوا طائرات ثانية اسقاط هالشيء. لا 260 صديقي بتعمل مفعول، ولكن بدك تلعب فيها بطريقة صحيحة. هلا بدنا نشوفه عم
بيلعب فيها وعم تعطي نتائج جيدة، ولكن كيف الطريقة؟ شلون بيطلعوا؟ مثلا أنا عم طلع طيارة، هلا عم طلع سايد سويتش، خليته في الروب، شفته ضرب شغلات، شو بعمل؟ ببعت التو، هلا مثل ما بنشوف بعتنا التو، تأكدنا انه هو ضرب شغلاته، هلا بضرب، شوفوا ها مثل ما شفتوا ضرب شغلاته، هيك تأكدت انه بإمكاني حقق هدف. هي الصواريخ اللي فيها صاروخ أحمر جبلت بلبناني، إذا كان في صواريخ قوية جدا عنده أو مضاد الطيران عنده قوي، بيصدر لك نص صواريخ، بس تستفيد انت يعني بتجيب أقل شي 60,000 دمج بالصاروخ. مشكلته بس الريلود بطيء ومناورة، والبدن إذا بعدلوا فيه بيعملوا بدنه قوي، مثل ما قلنا نقدر نشكل بأسلحة ونميزها أطلقها. بده يورو أنا اخترت الحامل البنك، فعلا قوي، دفاعاتها قوية، تصل صواريخ عنيدة جدا، مليونين دمج حلوين، كتير حلوين. هاي هي تومستي أصدقائي، لعبوا فيها، استمتعوا فيها، صاروا ما مشكلة، ولكن عم تشوف طائرة جميلة، أجنحتها تكسر 160 درجة، تعطيها سرعة فائقة جدا، سريعة جدا، تقطع مسافات كتير بعيدة، فأنت عم تمتلك سلاح جو فتاك عنيد وراسه يابس مثل ما بيسموها بالعربي. 6 كيل وجبنا مليونين دمج. شيء الطيارة أو القاصفة من الثمانينات يمكن هي نازلة، ما عندي كتير معلومات كاملة عليها. هاي تومستي وهذه العاب مستمتع فيها. أعتقد لعبة الدبابات إذا نزلت رح تكون كاسحة، ويمكن تنقرض مدن الورشيبس، ولكن في عالم بتحب تلعب فيها أو تشتاق لك يرجع بيلعبوا فيها. شوفوا الدمج قدي جبنا هلا الصاروخ الأحمر 33,000. أغلبية الصواريخ انصدوا، يعني مثل ما قلنا صارت شبه لأنه مجانية صارت تنصد الصواريخ. بيجيب بالمسافات والمساحات البعيدة، رح حاول انك تضرب وتبعد. شوف للأسف قاعد عم تنصب الصواريخ. اوكي، ها هي تومستين، ها هي المجعة البيضاء يا النيل البيضاء. دائما العب بشكل انك تسعد حالك، ما تعصب، ما تلخبط، ما تشخبط، العب وقت فراغك. انا بالنسبة لي ما عاد اشحن، ما عاد شحن ابدا بمدن الوشت، لانه يعني بلوعوا الاسلحة الباتل باس او المدفوعات. الباتل باث هذا اسمه نصب واحتيال، وإذا بشكل عام صارت مملة. إذا قلنا مثل ما قلنا واتفقنا يعدلوا بهالشي هاد، صدقوني ما رح تصير مملة، بصير تنوع وبصير تشكيل. وهلا رح نهجم على هاي الحاملة. شوف هي طبعا أنا أعطيكم معلومة. شوفوا جابت دمج كامل وجابت كسح كامل. ليش؟ لأنه أنت عم تضرب حامل، الحاملة مساحتها كتير بعيدة أو فيها مساحة بعيدة، حجمها كبير، فكل الصواريخ بتجي أبدا على الحاملة غير السفينة حجمها صغير، فأغلبية الصواريخ بتجي بالبحر، بقاع البحر، ما بتجيب لك الدمج الكامل إلا إذا أفضل. أوكي؟
ف هلا جابت 33,000 فوق الصاروخ انه يطلق صاروخين مع بعض، صاروخ موجه لذا تطلق صاروخين مع بعض. ضرب شارات ضرب شارات ضرب شارات. هلا نضرب عليه الصواريخ الموجهة قديه رح يجيبونا دمج. قديش 81,000. يعني انت رح تستفيد على الحالتين فيها. اليهود صار أحمر كتير بطيء ومناورة ضعيفة وبدن ضعيف. هاي هي مشكلتها. أنا بطلب يعدلوها، يقاوموها، يفنجوها. ما تضرب شعلات ما تضرب شعلات ما تضرب شعلات ضرب شعلات. فهذا الشيء يلي بيخلي التو ترجع قوية. فإذا بيدققوا فيها بتطلع تمام بشكل جميل يا انجرام. عم نحاول نحن يعني نحببكم بالجيم. انا ما عم روج لألعاب هي تستاهل صراحة. مضرب والشكس ثربي جميل بصراحة، ولكن المشكلة فيهم عندهم النصب والاحتيال. وراح اقولها بكل فصاحة يعني انا عم دقق ب 260 خلص بلعت اكلت. هذا الشيء اللي نحاول نسوي. طبعا هلا انا راح خفف جيم رفقاتي لانه راح نبلش نرجع دراسة في الكلية. انا عندي هدف ان شاء الله من نجومية، وهاي نصر ان شاء الله راح يتحقق هذا الشيء ان شاء الله. هدفي العالمية شاب معي باباي جاب دمج مرتب. رح نلعب هذا اخر جيم هلا. قدامنا هالفرفور ابن الكركورة نو بروبلم. اصدقائي احبائي، شكرا لكل شخص عمل لي فولو ودعم الصفحة، وشكرا لكل شخص لكل واحد منكم عرضة وعطانا هالدعم. شكرا للشباب، شكرا للجميع بدون استثناء. شكرا للي علق وما علق، وشكرا للي شاهد وما اشترك. طبعا ما بعرف شو بدي اقول شو بدي احكي ولكن راح كمل يعني. ها شوف التو، شوف سريعة جدا، سريعة. انت بتلعب بشكل صح، تحاول تلعب بشكل صح فيها. عرفتوا كيف؟ حاول تلعب وكون بعيد عن الدفاعات الجوية. جابت شايف شلون؟ انا عم حاول بعد قد ما في. فهي 260 رفعتي. يعني بدي خليكم تملوا منها لانه صعب بتيجي مجانية لكل شخص. يعني جابوها وما عم يقولوا لي ما عم نعرف، مانا قوية مانا بلد. هي قوية صديقي، هي بتجيب لك تستفيد، تعطي وحصلا هلا بهالجيم هذا هالحدث بالنوتوب فينك تجيبها اكثر من مرة، ترجع 20 مرة. فانت راح تستفيد منها جدا. هاي الغواصة الجديدة وسفينة بلاد البال والله بشوفها مانا خوية بصراحة. واو ليك وعم يلعب فيها وعم يبلع، عم يلعب فيها وعم يبلع سعر $40. حرام والله حرام. مانا قوي، مانا فعالي. هذا ابو الارغانوس بتبص مسرعينه صايرة سريعة كتير بشكل للمم، سريعة كتير. يحرق حريش ما طبيعي. بكره هالسفينة ليش ما بعرف. سريعة. اوه
طلع ومقوين دفاعات الجوية صايرة قوية كتير، وما عم يبلع، ما عم يموت، ما بيموت. هيك طلع يحرق حريشة ما اسرع، طلع كتير اوكي. راح اول شي مهم، انا بنصح الجميع عدم شحن اي شيء بيتعلق بالالعاب. انا بعتبره مار، مثل مار، يعني انت عم بتكب مصريات الكب. فانا قررت من عندي حتى لو جابوا اقوى الاسلحة ومع بعض، وانا شخصيا ما عنديش هم صراحة، لانه قمار. ما عنديش هم لانه ما عم بستفيد. تشحن من هون ضل لك الطيارة شهرين قوي، بعدين يقول لا يلا سلمي وودعي. انا هيك ما راح استفيد شيء، ما عم استفيد شيء ابدا. ف هي شركة نصابي احترافي. شوفوا لي هذا جاي جديد والله بتقلب بنعمل جمالية. وش نكذبوا هذا اوعى تنطح، اوعى تنطح. وين وين ما صار طحنا. تك جاي ينطح. نطحنا. اوكي رفقاتي، هذا الشيء عميد وراسه وياه بس يرد جيراننا. وين 260 رهيبة. ليكو انا مثل ما توقعت هو عم يستهدفني، مبين يا سعدان ولا يحرق حريشة مع سرعة. ما راح تلحق. اقرب. ما راح تلحق. أتني اوه يحرق حريشة. آخر الحرب هاي موجودة واقعيا. أمريكا متفوقة بس فرق شاسع بين السلاح الروسي والأمريكا من السلاح الجوي شباب. بس روسيا قوتها صواريخ البالستية والقاصفتها 260 فقط بعدين، ولكن روسيا فعليا عندها أسلحة مقيمة. انت مين عم يحكيك؟ انا ما كنا بحكيك يا محمد، انا حكي هذاك السعدان اللي هلكنا بالنطح. انا رفقاتي مثل ما بشوف عم بتلاقي بالتونس نكلك وهاي بدي اشوف قديش بدمج هذا كلها. هو بذلته عن جد دفع كب مستويات وكب. اوكي رفقاتي، شكرا على الجيم، شكرا اللي شاهد واللي ما شاهد حتى. عم حاول انا يعني داقي بال260 فانتهى الجيم. راح ينتهي، فان شاء الله بشوفكم ونستمر مع بعض. اوكي لكل الاصدقاء على المشاهدين، وهي هزيمة. اوكي نو بروبلم. سلام.